بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الحلقة: أسلوب ابن خلدون فيلسوف الحضارة. بصراحة كوجهة نظر، وطبعا من يعترض على هذا الكلام أنا أسعد به تماما وأتعلم أنا كمان. فكرة أن ابن خلدون مؤرخ لقد تجاوز هذه الجزئية أن تضعه ضمن المؤرخين. هذا أمر تجاوزه تماما. هو فيلسوف الحضارة، ولأول مرة نجد هذا الكلام. طبعا البعض يقول سبق وفلان. أول مرة يقدم لك نظرية متكاملة، يملك قدرة على التحليل ورؤية شاملة، ونظر إلى التاريخ الإنساني السابق فتوصل إلى هذا الأمر. والرجل كان صادقا عندما قال: ألهمنا الله إليها إلهاما. لا شك في هذا. أنا أدعو حضرات المشاهدين إلى قراءة ما ذكره ابن خلدون عن الفناء الكبير، البلاك ديس الذي الطاعون الذي شمل العالم. مع طلاب الدراسات العليا في جامعة الشارقة كنا نحلل ونفكك سطورا قالها، فندرك أننا أمام عبقري. لماذا؟ طبعا الاستيل له من أصله الإنسان نفسه. انظر إلى المفردات، انظر إلى التشبيه، انظر إلى اختيار الكلمات، انظر إلى القدرة على التعبير. ما هذا الرجل؟ أنت إذا أردت أن تلتقي بابن خلدون الذي توفي 1405 تستطيع أن تقرأ ما كتب فتتعجب من قدرته التعبيرية. وواضح أن تكوينه العلمي تكوين خاص، وأن لديه قدرة على الاستنتاج والتحليل والنقد ورؤية كونية. لم يسجن نفسه في 3 سجون أكذوبة ويقول أنا متخصص في ماذا؟ وبالتالي قدم لنا تجربة فريدة لأول مرة، فيلسوف للتاريخ. ومنذ 1405 إلى الآن ليست لدينا نظرية لتفسير التاريخ بعد ابن خلدون، وإنما نذهب إلى الغرب كي ينقذنا، فيقول لي نظرية الرجل العظيم، التفسير الديني، التحدي والاستجابة، إلى آخر هذا الكلام. فبالفعل ابن خلدون امتلك عقلية خاصة، ومع تقديري للجميع من شكك في علميته أقول له هذا كلام غير صحيح بالمرة. والمقارنة بين ابن خلدون وإخوان الصفا لا تقوم على أساس حقيقي. لدينا هذا ولدينا ذاك. الرجل يقدم لك لأول مرة نظرية متكاملة مع تقديري لصاحب هذا التصور. وطبعا هو شاهد مراحل سابقة ولم يسجن نفسه في وهم التخصص، وبذل بذرة رائعة في صورة تلميذه الفذ تقي الدين أحمد بن علي المقريزي. ومن أراد أن يشعر بروح ابن خلدون سيجدها لدى المقريزي، شيخ مؤرخ مصر الإسلامية كما وصفه العلامة جمال الدين الشيال. والمحقق القدير والمؤرخ الكبير سيدنا الأيمن فؤاد السيد أوضح لنا أن الرؤية الخلدونية لدى المقريزي. طبعا لا نطلب من المقريزي من ابن خلدون أن يطبق أفكاره في العبر إطلاقا، وإنما مجرد اكتشافه للمقريزي هذا إنجاز. وأنا أدعو حضراتكم لمطالعة ما كتبه مرة أخرى عن الفناء الكبير. أتى للدول على حين هرامها فكأن داعي الفناء نادى فلبت الأرض بالإجابة. ويقول درست المنازل والمصانع وتداعت إلى التلاشي والإضمحلال. بصراحة أنا أتعجب من التلاشي والإضمحلال. ويقول أن أتى للدول على حين هرمها كانت قد تقدم بها العمر وسقطت من الداخل قبل الخارج. ولا عجب إذا تم اعتبار توينبي تلميذ لابن خلدون، والرجل الموضوعي المحترم قال أنا تعلمت ابن خلدون، وقال إن ابن خلدون في المقدمة توصل إلى فلسفة للتاريخ، وهذا أكبر إنجاز في أي زمان وأي مكان. هذه حقيقة. انظر إلى
ابن خلدون توفي في 1905 وتوين بحوالي 1975. فأسلوب ابن خلدون يبين لنا قدرته الفذة على النقد والتحليل والتعبير برؤية شمولية. أتى للدولي ولم يقل جزئية معينة، لأن التخصص آفة الباحثين. وأحيانا تجلس مع باحثين شبان حصل على ماجستير ودكتوراه في جزئيتين، تسأله خارج الجزئيتين يقول ليست لي معرفة بهذه الناحية، والله هذه هي رؤيته. لكن أنت أمام رجل طالع التاريخ كحضارة، وقال الحضارة غاية العمران البشري، ويقول الظلم يدمر الحضارة، ويقول الترف يدمر الحضارة. ما شاء الله. بالفعل نحن أمام عبقري، وأنا لا أتمحور حول ابن خلدون كشخص، وإنما ابن حضارة عظيمة سبقت الغرب بقرون عديدة. شكرا.